السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. من حوالي أسبوعين الشرطة المصرية قبضت على أحد مش هنقول لاجئين، هنقول أحد الضيوف واقف على باب بنك بيوقف المصريين اللي داخلين جوه البنك. حضرتك هتغير دولار؟ أيوه. طب أنا هديلك بسعر أحسن من البنك. ياخد منه الدولار يديله جنيه مصري والدولار ما يخشش جوه البنك. البنك يصرف، مفيش دولار، مفيش اعتمادات عشان نستورد، مفيش دولار بيشح والجنيه يهبط، دولار يطلع والجنيه يهبط. جينا لحد اول امبارح الدولة المصرية برضو قبضت على 2 ضيوف من نفس الجنسية معاهم 1,400,000 جنيه بيوزعوهم على أسامي كده، لستة كده فيها أسامي المصريين بيوزعوا عليهم جنيهات مصرية. الشرطة دورت اتضح لها إن دي فلوس جاية من الخارج، لحد ما ظهر الفيديو القنبلة امبارح. هو بالنسبة لي أنا ظهر امبارح. برضو أحد الجنسيات اللي كنا بنعتبرهم إخواتنا وأهلنا وأشقائنا في الغروبة، وقفنا جنبهم كتير من أيام الحرب واستقبلناهم وقعدناهم عندنا في المدن كاملة واحتلوا المدن الكاملة وعملوا تأثير ديموغرافي يهدد أمن الدولة المصرية وقلنا ماشي حبايبنا وهيرجعوا بعد ما يحصل، بعد ما يحل السلام في بلدنا. بيعمل إعلان بشرى سارة للمصريين، بنسلمك في مصر الورقة من 100 دولار هاخدها منك واوصلها لك لأهلك على المكتب عندنا ب 4000 جنيه، يعني هياخد منك الدولار ويبعته لأهلك أسعار نار عند شركة سعر قد ايه جنيه. بتشرفونا طبعا كده مفيش دولارات هتخش مصر من المغتربين بالخارج. أصبحنا الناس ديت اللي بنعتبرهم أهلنا وأشقائنا وإخواتنا بيمنعوا عننا الدولارات في الخارج وبيمنعوا الدولارات تخش البنوك داخل مصر. أصبحت القضية مش قضية عروبة وأخوة، أصبحت قضية أمن قومي. دولة كده الاقتصاد بتاعها هينهار وهيأثر جامد على الشعب المصري. الموضوع ده بيفكرني بأخ سوداني لما قامت الحرب في السودان، فجي بيقول لك إيه في فيديو برضه: إحنا داخلين بفلوسنا، إحنا مش داخلين لاجئين، إحنا داخلين بفلوسنا. فلوس إيه بفلوس؟ أنت بتخش تتعامل بالجنيه المصري مش بالدولار. في المقابل أنا الدولة المصرية فيها حوالي 16 مليون ضيف، مش هنقول لاجئ، أصبحوا عبء على مصر. بياكلوا أكلنا، يشربوا شربنا، خدوا سكننا، خدوا ميتنا، خدوا هوانا، خدوا المدن بتاعتنا. الإيجارات بتاعت المصريين بعد ما كان بيأجر الشقة ب 500-600 جنيه أصبح بيأجر الشقة ب 1500 جنيه بسبب إن أخوه الضيف، مش هنقول بقى جنسيته إيه، أخد مكانه بفلوسه. السؤال دلوقتي: أنتوا جايين أصلا مهجرين، يعني لميتوا اللي تقدروا تلموه هدومكم. أنتوا مهجرين بسبب الحرب، أكتر حاجة يعني أسرع حاجة لميتوها هدومكم ويلا بينا وصرفوا تمن الطيارة. طب أنتوا الفلوس دي جت منين؟ نقول مثلا غسيل أموال، وفي جهات خارجية بتساعد في غسيل الأموال. يعني المشاريع اللي أنتوا عاملينها بمئات الملايين دي فلوسها جت منين أصلا؟ نرجع نقول أنتوا مش داخلين بفلوسكم، انتوا داخلين تدمروا الدولة المصرية. هدي مثال بسيط للأخوة المصريين البسطاء اللي مش واخدين بالهم من الموضوع. الإحصائيات العالمية بتقول إن مصر فيها حوالي 16 مليون ضيف عايشين واكلين شاربين على أرض مصر، دوم سكن على أرض مصر. المهم 16 مليون دول بيتعاملوا بالجنيه المصري مش بالدولار، عايشين جوه مصر فبيتعاملوا بالجنيه المصري. كأن 16 مليون دول لما بقوا عبء علينا واضطرينا نستورد لهم قمح زيادة، دي زيادة، سكر زيادة، كل المنتجات زيادة، أنا هستوردها لهم بالجنيه المصري ولا بالدولار؟ هستوردها بالدولار. يبقى أنا دلوقتي ضيعت الدولار اللي داخل البلد لخدمة أهل البلد، ضيعته عشان أجيب لهم الحاجات الزيادة اللي الدولة اضطرت تستوردها بكميات أكبر عشان
تكفي الناس دي. يبقى انت كده ساعدت في اداره البلد او تطوير البلد وانعاش البلد، ولا دمرت البلد؟ حضرتك جاي تدمر البلد. انا بقول لك كفايه كده. اذا كنتوا بتحبوا مصر ارحلوا بسلام. دولتكم خلاص بقت في حضن العرب. لازم ترجعوا بلد، تظبطوا بلدكم، تقووا بلدكم، تطوروا بلدكم، تبنوا بلدكم من جديد، تقفوا جنب بلدكم. لكن احنا مش عاوزينكم، احنا عاوزينكم كضيوف خفيفه تيجوا سياح. لكن لحد النهارده والفيديو اللي اتقال ده اللي هو انا كمواطن مصري حسيت بتهديد لامن بلدي، لازم الدوله تتدخل. انا دلوقتي بوجه نداء لرئاسه الجمهوريه وللجيش وللداخليه والخارجيه. يا جماعه احنا كده هنضيع. دولار كده مش هيتفرمل، دولار هيطلع بسبب ان الدوله ما بيخشهاش دولارات. موسم عودة المصريين بالخارج اللي بيرجعوا معاهم دولاراتهم هيرجعوا فاضيين. لازم الدولة توضح حد، ولازم تشوف تفعل قانون. من أين لك هذا؟ أنت واحد داخل لاجئ، الفلوس دي أنت جبتها منين؟ لازم الدولة تعمل زي دول الخليج وتفعل الأوبشنات في البنوك اللي هي أنت مستواك متوسط في مصر. الملايين اللي أنت بتحولها بره مصر ديت بتجيبها منين؟ بالله عليكم أيها القائمين على الدولة المصرية لازم تشوفوا الموضوع ده، لأن الدولة كده مش هتستمر في ثبات وسكون واستقرار. احنا كل يوم بنستحمل وبنقول عشان بلدنا زيادة أسعار. مفيش أسعار بتنزل، بتطلع. بالله عليكم لازم تتحركوا، لأن الدولة كده ممكن تقع مننا. والدولة لو وقعت هتاخد وقت كبير قوي عشان تقوم، لأن الدولة دي كبيرة جدا. وعشان دولة كبيرة تقوم من جديد بتحتاج وقت. زي الراجل اللي هو السنين اللي هو ضخم الجثة ده، لما يقع ما بيقعش زي السفروتر اللي هو النحيف، لا بياخد وقت وبيحتاج مساعدة من الآخرين اللي حوالين منه. والآخرين أعلنوا كده إعلان مبطن مش باين إن هم ما عادش فيه مساعدات لمصر، لأن يقول لك مصر بتتعامل بسفه مع المساعدات الأخوية اللي احنا بنقدمها لها. يا ريت الفيديو ده يوصل لأصحاب القرار ويضعوا حل مع السادة الضيوف، مش هقول لاجئين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا كل $100 4000 جنيه مصري. كل $100 4000 جنيه مصري. أرسل على مصر تسليم يد. كل $100 4000 جنيه مصري. بنسلمك في مصر 4000 جنيه مصري. هات $100 على المكتب عنا وبنسلمك في مصر 4000 جنيه. أسعار نار عند شركة مقبل للصرافة. بتشرفونا يا غوالي. كل الاحترام والتقدير. يعطيكم ألف عافية.